بقول لك ايه ريكورد في ايه؟ عندي $1,000,000. والله والنبي ما عندي مش عارفة بالعربي اشرحها ازاي. الاسئله الصعبه دي كده لما حد يشد عضلاته كده فوق GN برو ماكس بيخوف. أكيد طبعاً أنت فاهم إن الزمن والأجيال بتتغير، وطبعاً الكلام اللي بنسمعه من حد أصغر مننا بنستغربه، بس برضو لما بنسمع الكلام بتاع زمان بنضحك عليه. تصر دماءكم، أزهق أرواحكم، يا للفضيحة يا للفضيحة. تخيل لو حد من شباب دلوقتي قال لبنت بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي، هتقول عليه إيه؟ أو العكس، لو عبد الحليم حافظ كتب أي جواب لواحدة بيحبها في الفيلم ورسم لها إيموجي بيبوس مثلا، كانت هتقول عليه إيه؟ أحب أقول لكم إني اكتشفت إن في كلمات ومصطلحات جديدة وغريبة طلعت وما نعرفش عنها أي حاجة. تعرف إننا بقى عندنا أسامي جديدة للأجيال غير جيل الستينات والثمانينات والتسعينات. دلوقتي بقى في حاجة اسمها جن، اللي هي اختصار لكلمة جنريشن، ودي ليها معنى والتقسيمة. لو فاكر إنك عارفها استنى لما تتفرج على الفيديو وهتعرف إيه اللي حصل في الجنريشن واللي حصل في الكلام واللغة. أسفة جدا جدا نسيت أعرفكم بعيلتي اللي هي أكبر مثال على اختلاف الأجيال. دي أمي واسم الشهرة سمسمة، وتقدروا تقولوا إنها الأساس أو المادة الخام للهبة اللي في العيلة، واللي الحمد لله كلنا ورثناها منها بس بنسب مختلفة. ماما هي المثال للأم والجدة اللي دماغها مسافرة وكلنا مش عارفين هي رايحة فين ولا جاية منين. سمسمة من جيل بومرز، ودول الجامدين قوي. يعني لو انت من مواليد 1946 ل 1964 هتبقى جامد جدا يا جدو. دي بقى ميويا أختي الوسطانية. مي بقى هي أكبر مثال للأخت الوسطانية اللي ولا أخدت عقل الكبيرة ولا دلع الصغيرة، فما لقيتش أي اتجاه غير الفلحسة، وده اللي أنا اكتشفته أكتر وأنا بمنتج الفيديو وموتني من الضحك. مي من جين إكس أو الجيل إكس، فلو أنت من مواليد 1965 ل 1980 فأنت من جنريشن إكس. دي بقى لولي بنت مي، وهي أملنا كلنا في العيلة. عالية دحيحة ونفسها تطلع دكتورة، فساعات بحس إن البنت دي كانت تايهة وهي صغيرة مثلا، ومي قالت تاخد ثواب وتربيها. عالية من مواليد جين زي، فلو أنت من مواليد 1997 ل 2010 هتبقى من جنريشن زي. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لأختي الكبيرة، هقول لكم بس مش دلوقتي، هنرجع لها بعدين. ده أنا أصغر واحدة في إخواتي، بس أكتر واحدة الحمد لله واخدة الهبة من ماما. وهنا يجي بقى الجيل بتاعي، وعشان هو مميز فهو ليه اسمين، جين واي والاسم التاني ميلينيالز. فلو انت من مواليد 1981 ل 1996 تبقى من أجمل وأحلى جيل جين واي. دي دودو بنتي الصغيرة. مش هقدر أقول حاجة عن ديما علشان شهادتي مجروحة، بس كفاية اني اقول لكم ان هي كل حلمها ان هي تبقى جيمر، وهي جيل ألفا، يعني مواليد 2011 ل 2025 دول جنريشن ألفا. ودلوقتي بقى هقول لكم على اختي الكبيرة مراوي. مروة مش طالعة في الفيديو علشان هي اللي عاملة الأسئلة وبتصور كل واحد لوحده علشان الإجابات تبقى عفوية ومش متحضرة. أما الحلوة دي ملوكة بنت مروة، ملك جنزي، وأحب أقول لكم إنها عندها فومو. لو عايزين تعرفوا يعني إيه فومو كملوا الفيديو لحد الآخر علشان هتتفاجئوا بالكلمات الجديدة اللي بنسمعها ومش عارفين معناها. لو في حد قديم زي كده يلا ورقة وقلم واكتب ورايا قاموس الجنز الجديد. أول كلمة هي كلمة جوستنج. يعني إيه جوستنج؟ جوستنج يعني واحد في ريليشن شيب مع واحدة أو العكس وبتظهر وتختفي بدون مبرر. يعني بيخوف. حد مثلا يبعتلي وانا ما ردش عليه، اشوف المسج وما ردش. مش عارفة. طب أنا عارفة الكلمة، طب مش عارفة ايه معناها. حد يكلم حد والتاني ما يردش عليه. جوستنج اللي هو الجوست. كلمة رزق طبعا لو قعدنا كلنا نفكر 20 سنة مش هنعرف نخمنها.
كلمة ريس دي بتقولها لما بتكون عايز توصف حد كاريزما أو لذيذ كده. لما جيت بقى اتسألت عن معنى كلمة فليكسنج حبيت أستخدم ذكائي المحدود واللي عدى كل الحدود وجاوبت بمنتهى الثقة. فليكسنج يعني حد فليكسبل. مش عارفة بالعربي اشرحها ازاي. بيتمنظر. عندي $1,000,000 وعندي مرسيدس بنز وعندي فيراري وعندي حاجات، بيقول حاجات كده عن ناس مش عندهم. فليكسنج مش عارفة برضه، بس سمعتها قبل كده برضه. الحمد لله الكلمة اللي جاية دي سهلة وكلنا عارفينها، وهي كلمة لت. جملة فيها لت، بتلت في نفس الموضوع. let me go. بطلي لت كتير. Let's use my lip gloss. مش قادرة اقعد مع البنت دي، اصل هي بتلت قوي. طبعا ده اللي احنا فاهمينه، بس طلع ان ليها استخدام تاني خالص ومعناها جامد او من الاخر. ايوه هو ده معناها، انا مش بوصفها ان هي كلمة جامدة او من الاخر، لا هي معناها جامد او من الاخر. الكلمة بقى اللي حبيتها قوي ودي خلاص لزقت في دماغي، دلولو. دلولو دي اختصار لكلمة delusional، يعني دماغك في المهلبية أو أنت في اللالا لاند. أما بقى كلمة فومو دي الحمد لله طلعت عارفة معناها. fear of missing out، يعني حد مش عايز مثلا يفوت خروجه حتى لو هو تعبان قوي عشان مش عايز يمس اوت. لا مش عارفة، بس سمعتها قبل كده بس مش عارفة ايه هي. مش عارفة. الفوم بتاع المراتب. فومو يعني the fear of missing out، يعني أنا مش عايزة miss out on anything. والله والنبي ما عندي فكرة. اللي بعده كلمة تي، طبعا كلنا عارفينها، والنكت بقى بتاعتنا والاستظراف بتاعت الميلينيالز بتاعت تي في الفيفتي علشان احنا روشين بقى وكده. لا دي طلعت معنى تاني خالص، معناها جوسب او نميمة. طب سؤال بقى، انت ايه اكتر كلمة عامية بتستخدمها؟ كده يا ست انتي. بحب اقول فريك علشان لما انا بكون عايزة اقول كلمة وحشة بقول فريك علشان ماما ما تزعلش مني. عامية فاكس. بجد. طيب احنا مش بس بنستخدم الكلمات، لا طبعا احنا كمان بقينا بنستخدم الايموجي. يعني لازم بحس ان انا بعبر عن الجملة اكتر لما بحط الايموجي. الأموجي؟ ما هو الأموجي؟ بحب استخدمه عشان بيعبر عن الايموشنز بتاعتي. يعني ساعات لما محدش بيستخدم ايموجيز بحس ان هو ممكن يبقى متضايق. الأموجي، ما هو الأموجي؟ اللي انتوا شفتوه ده اقل حاجة، فومو، جوستنج، فليكسنج، كل الكلام ده بيحسسني اننا بعيد قوي، بس ولا يهمني. احب اقول لجين زي والفا والجينات اللي جاية كلها، الدنيا دوارة واحنا كنا كول في يوم زيكم، بس اتغير حالنا لما انتوا كبرتوا، وفجأة وانتوا مش حاسين هتلاقوا نفسكم كبرتوا بين يوم وليلة، وهيجي اللي يقول لكم انتوا قدام قوي واولد فاشن. وفي الاخر نفسي تكونوا ضحكتوا وانبسطتوا وتكونوا عرفتوا كل جيل فاهم ايه وبيتكلم ازاي. وما تنسوش تعملوا شير لكل قرايبكم واصحابكم من كل الاعمار او من كل الجنريشنز، واشتركوا في قناة مها مينيا علشان في فيديوهات اكتر عن الفرق او الجاب الكبير بين الاجيال او الجنريشن. وكفايه كده عشان تعب.